النهارده اقول لك ازاي تعمل طبق الدوناتس ده وما يكلفكش غير 17 جنيه بس. ايوه فعلا انت سمعت صح، هتعمل اكتر من 10 دوناتس ومش هيكلفك بالظبط الا 17 جنيه بس. هتقول لي ازاي؟ هقول لك تعالى نعمله. يا جماعه بعد فيديو الدوناتس اللي فات في ناس سمعوا طلبت مني الطريقه، انا في الفيديو ده هعمل لكم طريقه الدوناتس ومش هتكلفكم بالظبط الا 17 جنيه. عارف بقى ان هيطلع لي شويه ناس في الكومنتات محنكين هيقعدوا يقولوا لي بقى ايه، انت بتهبد، انت بتهري، انت كذاب، انت معرفش ايه. ساعتها بس هقول لكم كلمه واحده بس، كمل الفيديو للاخر وهتعرف بقى انا ساعتها بهبد ولا مش بهبد. فكره يا جماعه 17 جنيه دول ثمن الدوناتس بس، يعني مش شامله ثمن الشوكولاته ولا شامله ثمن الصوص اللي انت هتحطه على الوش. هنروح نعملوها. هتصلي على النبي وتجيب طبق مفلطح مع كوبايه دقيق ربع كيلو وتنخله مع فتاتة ملح مع معلقه بيكنج باودر مع كيس خميره، وهتمكس كل ده بقى في بعض بايدك او بالمعلقه مش هتفرق، مع زبادي بلدي او اي نوع انت عايز تستخدمه، وهتكسر عليهم بيضه حمراء او بلدي مش هتفرق، مع شوت فانيليا، وهتبتدي تقلب بقى كل اللي انت عملته ده بقى. طبعا مش هينفع بالمعلقه فهتنزل تشتغل بايدك، وهتعجن عجينه بايدك كده، ولو زهقت تضربها في الخلاط، ولازم تلعب ملاكمه بقى كده مع العجينه، ولو مالكش في الملاكمه اضربها برده في الخلاط، وهتنزل بقى العجينه اللي انت عملتها ب 50 جرام سمنه او زبده مع معلقه كبيره سكر تموين مع اسبريسو لبن، وهتخلط الاثنين ببعض وتفضل تقلب 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 تقلب، وبعدها ترميهم على العجينه، وندخل بقى على مرحله الزفلطه. هتفضل تقلب كده في العجينه لحد ما السمنه واللبن يدخلوا في العجينه، ولو السمنه واللبن طلعوا كتير شبه حالاتي كده تقدر تزود دقيق وتفضل تقلب برده لحد ما العجينه تمسك معاك، لحد ما العجينه يبقى شكلها ان هي مسفتح بالشكل ده. هترميها بقى على السطح عندك وتفضل تعجن فيها بالشكل ده لحد ما تلاقي العجينه مسكت معاك، وتفضل تشد وتمط تشد وتمط تشد وتمط. هتفضل بقى تعمل عمليه المد والقص ده لمده 3 دقايق لحد ما قوامها يبقى مسفتح كده، وهتلم بقى العجينه على شكل كره بولينج كده وترميها في الطبق، وهتغطي عليها وتسيبها نص ساعه تخمر على جنب قبل ما نعمل صوص الشوكولاته. حله لبن في الامريكاني، معلقتين نشا، عصره فانيليا، غميسه ملح، وقلب كله في بعضه عشان النشا ما يكتلش، 3 معالق شوكولاته كبار من النوع اللي انت بتحبه. ان هي استخدمت جردل الشوكولاته ده، وهتنزل بعدها بمعلقه كاكاو، وهتقلب بقى كله في بعضه وترميها على النار، وهتفرش السطح عندك ورده عشان نستقبل العجينه. هتبدا بقى تفرد العجينه وتبططها كده بالشكل ده عشان تعرف تقطعها، ولازم تبقى بالسمك كده. ادوات الدوناتس كوبايه بوق كبير او تستخدم اي حاجه مفلطحه، وهتفضل بقى تعمل العمليه دي اكتر من مره لحد ما العجينه بتاعتك كلها تخلص، وبعد ما تخلص هتحطها في طبق او صينيه وتسيب فراغات بينها وبين اللي جنبها، وهتعجن العجينه كلها في بعض، وبعد كده تبططها عشان تعرف تقطع منها تاني. ونصيحتي ليك استخدم العجينه اليدوي عشان دي بتتكسر بسرعه ومقرفه. وعشان تعمل بقى الدوناتس المخرومه من النص هتقطعها عادي بالكوبايه، وبعد كده هتجيب كوبايه صغيره تاني ببق صغير وتخرمها تاني في النص، وكده هتبقى عملت الدوناتس المخرومه من النص. في زيت سخن مولع هتحتف الدوناتس فيه وهتوطي النار لحد ما تاخد معاك الطبقه الجولد دي، وهتقلبها على الوش التاني وهتسيبها بالظبط نص دقيقه، وبعد كده هتطلعها من الزيت. وهو ده بقى شكلها النهائي، وانا عملت نص الكميه. مش عارف ليه شكلها مش شبه البطاطسايه، بس تعالوا بقى ندوق طعمها عامل ازاي. ودي بقى المخرومه. وعشان تحشيها هتجيب اي كيس وتخرقه وتحط فيه صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه وتحشيها من قلبها، وهتعمل طبقه الشوكولاته اللي على الوش بمعلقه من الجردل اللي استخدمناه. بس كده يا جماعه بعد ما خلصنا بصوا بقى شكلها خطيره طبعا، مش محتاجه اقول لكم، هو كفايه شكلها موضح كل حاجه. شكلها تحفه. استنوا بقى تعالوا نجربوا دي كده ونشوف طعمها بقى عامل ازاي. شكلها عامل ازاي؟ جامده قوي. صوص الشوكولاته اللي على الوش محل التيست بتاعها جامد قوي، والعجينه طريه وبتدوب، بس مشكلتها حاجه واحده بس، ان انا حطيت الدوناتس في الزيت قبل ما يغلي كويس فطلعت معايا شاربه زيت. بس انت لازم تغلي الزيت قوي قبل ما تحطها فيه عشان ما تطلعش معاك شاربه زيت شبهي كده. واكتبوا لي بقى في الكومنتات اي اكل عايزين نعمله واوفر فيه.